الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي طلبت مني عجينة البيتزا أنا بنصورها لكم. هذه عجينة البيتزا. توا غربت 3 طواسي دقيق. تمام. ونضيف عليهم كشكين كبار سكر. كشكين كبار سكر. تمام. ونضيف عليهم كشيك وشوية على حسب الرغبة. الملح يعني الملح كشيك صغير، كشيك صغير طبعا، كشيك صغير هو كشيك وشوية كشيكات مش معبيات ترى. ملح ونضيف سكر وملح فوق الدقيق. تمام. نضيف عليهم كشيك خل، هذا خل، كشكين خل. تمام. ونضيف عليهم كشكين زيت زيتون، كشكين زيت زيتون. تمام. كلها نضيف هذا كله فوق الدقيق. كشكين زيت زيتون وكشكين خميرة بيرة. كشكين مش معقد، خميرة بيرة. اسكتي، كشكين خميرة بيرة. كلها نحطوها على بعضها. ونضيف عليهم ظرف بيكنج بودر. كلها نحطها كلها على بعضها. تمام. ظرف بيكنج بودر. ونضيف لهم هدايا حليب، مية وحليب بودرة. مية وحليب بودرة، هو حليب البودرة. ما عندكش حليب بودرة عادي، حط تدفي الحليب العادي وتديريه مية دافية وحليب بودرة. نضيفهم عليها هذه الطاسة كلها. تمام. هيك مية ونحط في العجانة. نحطها في العجانة. بسم الله. ونخليها تعجن براحتها. كان تبي زيادة مية تبي، كان تمام. تبي زيادة مية عادي نزيدها، ما تبيش خلاص. تو نقولكم المرحلة اللي بعدها. تو بعد العجنت هيك شوية، شوفوا القوام متاعها تجي بسم الله ما شاء الله، الله يبارك. تقدر تديرها لأي حاجة من المعجنات. نضيف لها كشيك زبدة. كشيك زبدة، كشيك واحد بس زبدة. ونزيد نخليها تعجن بالزبدة. تمام. نزيد نخليها تعجن بها الزبدة كويس زين لين تدير مع بعضها. وبعدين نغطيها ترتاح على الأقل ساعة إلا ربع أو ساعة. نريحها زين، نكسر لها خمارها مرة واحدة ونبدأ نشتغل بها بإذن الله تعالى. هذه الطاسة اللي كيلت بها دقيق، درت 3 طواسي بالطاسة هذه. وانتي كل براحتك، اي حاجة تقدري تكيلي بها، المهم الدقيق تغربليه وتبدي تشتغلي باذن الله تعالى وتجي عجينة بسم الله ما شاء الله، الله يبارك. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. وشكرا وبارك الله فيكم، وشكرا لكل من يعلق لي، الله يفتحها عليكم. وان شاء الله نكون اني فدتكم في رعاية الله. هذا شكلها النهائي. نصور بروحي سامحوني. هذا شكلها النهائي. نديرها كتير زيت، نسواها هيك بشوية زيت ونحطها ونخليها تخمر. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك في رعاية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العجينة اللي درتها، هذه النتيجة. بسم الله ما شاء الله. درت منها خبيزة هدية هيك. بسم الله ما شاء الله. تجي خفيفة بالدجاج محشية، باش ما تبي ديرها ديرها. بسم الله ما شاء الله. خفيفة قطنية. بسم الله ما شاء الله. هذه البيتزا بسم الله ما شاء الله تجي. يعني بيناتها الانفة هكا زي الفقاعات. بسم الله ما شاء الله تجي خفيفة خفيفة خفيفة. قسما بالله ما نحكي لكم، جربوها وقولوا لي. بسم الله ما شاء الله في رعاية الله.